يحكى أن دجاجة لدغتها أفعى، وحين بدأ السم يحترق في جسدها هرعت إلى قطيعها تطلب المساعدة، لكن للأسف معظم الدجاجات طردنها خوفا من انتشار السم. رحلت الدجاجة وهي تجر ساقها تبكي، ليس من ألم اللدغة بل من خذلان عائلتها لها في وقت كانت فيه أحوج ما تكون إليهم. غادرت القطيع واختفت في الأفق. لم يفكر أحد في مد يد العون، اكتفى البعض بمراقبتها وهي تبتعد. وصلت إلى كهف مظلم. دخلت باحثة عن مأوى، عن راحة، عن أمان. هناك وجدها طائر الطنان. علم بقصتها، تألم لألمها، فبتر ساقها التي أكلها السم. ثم عاد إلى القطيع يخبرهم إنها على قيد الحياة، لكنها فقدت ساقها، تحتاج إليكم. لكن كعادتهم رفضوا، تركوا النداء يتلاشى في الريح. عاد الطائر إلى الكهف واعتنى بها حتى تعافت. مرت الأيام ثم عاد ليخبرهم. الدجاجة ماتت وحيدة في الكهف، بلا وداع، بلا أحد. فشعر القطيع بالندم، بالذنب. توقفون عن كل شيء وانطلقوا إلى الكهف، لكن كل ما وجدوه هناك كان رسالة خطتها الدجاجة بدمعها في الحياة. قد لا يبذل جهد لمساعدتك وأنت حي، لكنهم قد يقطعون المسافات لدفنك بعد موتك. ومعظم الدموع في الجنازات ليست من الحزن بل من اللوم والندم. صمت. نهاية حزينة لكنها حقيقية.